بسم الله، السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل لحمه مشويه في البيت، من غير فحم ولا حاجه، بطريقه سهله ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. نبتدي اول حاجه بالمقادير بتاعتنا. معانا ربع كيلو لحمه، بصله مبشوره، التوابل، بهارات شوي من عند العطار عادي، ملح، فلفل، واختياري ممكن بابريكا وكاري وزعتر وخل. اول حاجه قطع اللحمه بتاعتنا لازم تكون مفروده، يا اما ندقها بايد الهون لو عندنا، لو ما عندناش ممكن بايدينا زي ما احنا شايفين كده لغايه ما توصل للدرجه دي اللي هي تكون مفروده او رفيعه. هنعمل كده مع كل قطع اللحمه بتاعتنا، هنفردها سواء بايدينا او بايد الهون زي ما اتفقنا. بعد ما هنفرد كل قطع اللحمة بتاعتنا نخليها شرايح، هنجهز التتبيلة بتاعتنا. التتبيلة عبارة عن ايه؟ عبارة عن بصلة مبشورة، معاها البهارات اللي اتفقنا عليها، التوابل كلها، الملح والفلفل والكاري والبابريكا. هنحط 3 معالق خل كبار، وزعتر معلقة صغيرة، ونقلب كل المقادير دي كلها ونخلطها كويس مع بعض، وتبقى كده جاهزة التتبيلة بتاعتنا. هنحط قطع اللحمة أو شرايح اللحمة، هنتبلها كويس جدا زي ما احنا شايفين كده. هنتبل كل شرايح اللحمة تمام. وبعد ما نخلص تتبيلها كلها هنحطها في التلاجة لا يقل عن ساعتين. طبعا كل ما حطيناها في التلاجة اكتر كل ما كان احسن. ممكن نسيبها يوم كامل في التلاجة، لكن يعني اقل حاجة خالص ساعتين. كده خلصنا التتبيل بتاعتها، نحطها في التلاجة. اول ما نطلعها من التلاجة هنبتدي بقى نجهز التوستر او نجهز الشواية بتاعتنا. هنحط كده بس طبقة من الفويل تحت الحديد بتاع الشواية. بعد كده هنحط شرايح اللحمة، هنرصها زي ما احنا شايفين كده في الشواية. هنقفل الشواية بعد ما نكون ولعنا عليها على نار متوسطة، هنقفلها. وبعد كده يعني دقيقتين ونفتحها تاني، ونحاول ان احنا نقلب القطع كلها. احنا هنسيبها على النار حوالي نص ساعة، كل دقيقتين بنفتح ونقلب لغاية ما نوصل للدرجة اللي احنا عايزينها من اللون ومن السوى. وده الشكل النهائي للحمة بتاعتنا، وألف هنا.